شحال من مرة كنبقاو نسمعو بداك المثل ديال خليه وغيرجع عندك كيجري. وهنا انا ديما كنت كنتساءل مع راسي، كنقول علاش الانسان تتبعدي عليه وما تهتميش بيه عادي يرجع يهتم بيك ويبغيك؟ علاش هاد التناقض؟ علاش الانسان من الاول ما يعاملش الطرف اللي كيبادروا بالحب او الاهتمام بنفس الطريقه اللي كيعاملوا بها؟ هنا غنكونوا مرتاحين ومهنيين. ولكن الوضع في الواقع كيختلف، وكيبغيك تكون انسان اللي كيعرف حدود العطاء، لانه الاهتمام المبالغ او التعبير عن الحب المبالغ ما كيخليك توصل لحتى شي نتيجه. يلا كيخليك تحس بالضياع وتفقد قيمتك وراحتك وطاقتك. اكيد فاش كنقولوا فن التجاهل، الموضوع هنا ما متعلقش فقط بالعلاقات العاطفيه، يقدر ينطبق على اي شخص، صديق او اي واحد داير بيك، او حتى المواقف او الاشياء. السلام، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. معكم يسرى، مهتمه بكل ما يتعلق بعلم النفس وتطوير الذات. هذه القناه درتها باش نكون معكم خطوه بخطوه، ونعاون كل وحده توصل لاحسن نسخه من نفسها وتعيش حياتها بثقه وسعاده. اليوم غادي نهضروا على فن التجاهل الذكي. انا ما جايش نعطيك طرق اللي مثلا فقط تخليك تجذبي علاقات، او نعلمك كيفاش تلعبي عاطفيا بالشخص اللي انت معاه. انا فقط باغاك تكوني انت على طبيعتك، اللي يبغيك كما انت، اكيد بشخصيتك بعيوبك بكل شيء. ولكن قررت نهضر على هذا الموضوع ديال التجاهل، ولكن ذكي اكيد، اللي كتستعمليه بطريقه صحيحه باش تحافظي على طاقتك وعلى انوثتك وعلى استقرارك النفسي. اول حاجه، شنو هو التجاهل الذكي؟ التجاهل الذكي ماشي انك تحيدي الناس من حياتك بلا سبب، غير حيت سمعتي خاصك تجاهلي وانت كتفلتري في الناس، وماشي انك تخلي قلبك يبرد ويقسى من كل شيء. اي وحده دخلات وسمعت هذا الفيديو خاصك اولا تفهمي باللي التجاهل ماشي دور غادي تلعبيه، وخاصك تبيني راسك حكا. انا ما بقيتش كنرد مثلا على الميساجات دغيا، وما كنجاوبش دغيا، وما بقيتش كنسول بزاف وزيد وزيد. صافي انا راني كنتجاهل بهذه الطريقه. لا، انت اولا كتراجعي كاع علاقاتك وكتشوفي اين علاقه مثلا كتستنزف طاقتك بزاف، سواء مع شريك الحياه او صديق او خوتك او اي واحد من المحيط ديالك. هنا انت فاش كتحددي، هنا كتشوفي فين عندك الخلل. واش كتعطي بزاف، كتعطي اهتمام زايد، كتبقاي تعبري بزاف، كتعاودي على تفاصيلك بلي ديتاي، ما كتقدريش نهائيا تقولي لا بحيث ما كيعجبكش تخسري الخاطر للشخص الاخر. بمعنى كتراعي الشعور ديال داك الشخص في حين داك الشخص يمكن ما مسوقش ليك للاسف، وكيجرحك وما عطيك حتى قيمه في حياته، وما مخصص ليك حتى شي وقت، وما كيفهمكش. هنا انت كتولي تراجعي هاد التصرفات وكديري حدود، وما كتخلي حتى شي واحد يستنزف طاقتك. غتولي تعاملي كما هما كيعاملوك، وفي بعض المرات غتولي تفضلي تنسحبي حسن باش تشري راحتك، لانه الحاجه الوحيده اللي غتولي تهمك هي راحتك. وايضا بهذا التصرف انت كتحمي حتى طاقتك النفسيه، لانه بصح كاينين الناس في حياتنا ما يمكنش شحال كيمتصوا الطاقه ديالنا، يا اما بالشكاوي اللي ما كيتسالاوش، دراما، مشاكل، ولكن كنبقاو نسيروا فيهم حيت ما باغيينش نخسروا داك الشخص. مثلا انا صراحه والله توصلت لواحد الدرجه صفيت كاع دوك الناس من حياتي. الا مشيت تصنت لشي واحد وعطيت وقتي لشي واحد وطاقتي، الا وكيعني ان داك الشخص يستحق وما كيتجاوز الحدود ديالو معايا. ولكن شوفي، راه خاصك ضروري تفهمي الفرق ما بين التجاهل الذكي والتجاهل السلبي، بحيث بصح كاين فرق كبير. التجاهل السلبي هو فاش كتولي تجاهلي فقط باش تهربي من المشاكل، باش ما تحلي حتى حاجه، ولا باش تخبي المشاعر ديالك. اما التجاهل الذكي لا، كتولي تختاري كيفاش تتعاملي مع اي موقف، مع اي شخص، كتحكمي في ردود افعالك، كتكونترولي راسك، وما كتخلي حتى حاجه دغيا تاثر فيك، وكتعطي اكيد الاولويه لراسك ولا راحتك. وهنا قلت نلخص ليك داكشي اللي غتعتمديه في 6 الخطوات. اولا، تقبل العجز، بمعنى نتجاوزوا ما لا يمكن حله. ماشي كلشي خاصو حل، بحيث بصح راه بزاف ديال التعب النفسي كيجي فقط من محاولة السيطرة على أشياء خارجة على قدراتنا. مثلا دوك الناس اللي جامي يتبدلوا، خد ديري اللي درتي صافي. هنا عرف كيفاش ترجع اللور وتنسحب وتجاهل هاد الناس، او مواقف وقعات او هضره تقالت وما يمكنش تتراجع على داك الشيء. تعلموا تجاوزوا بحال هاد الامور، تكملوا حياتكم، تجاهلوا الموضوع بحال ما عمره وقع. وبركه ما تخلي عقلك ديما يقلب باش يلقى تفسير وحل لكل حاجه وقعت. راه فريمون الحياه ماشي ديما كتكون منطقيه. كل ما حاولتي تتحكمي في شي حاجه ماشي في يديك، كتزيدي تعيشي في قلق وتوتر ما كيساليوش. وهنا ديما
سولي راسك في اي حاجه وقعت، واش هادشي تحت سيطرتي؟ الا كان الجواب لا، تجاهلي الموضوع، ما ديري والو لا، وما تحاوليش اصلا. ما تعتبريش هادشي هزيمه، هذه راها راحه وطمانينه لنفسك. ثانيا، الوعي بعدم الدوام. كل شيء كيدوز، بمعنى نتعاملوا مع كل شيء كانه مؤقت. وهنا غنقول لك شوفي، راه اي احساس قوي كتحسي به دابا راه مؤقت. حتى داك الالم اللي كيبان كبير وكتبقاي تقولي مستحيل نتجاوز الموضوع، انا ما نقدرش نكمل حياتي بشكل طبيعي، غادي نقول لك غادي يقل هذا الالم مع الوقت وغترجعي لحياتك عادي. لان المشكل دائما ما كيكونش في داك الالم اللي كتعيشيه، المشكل في التشبت اللي كديري في داك الالم. راه منين كتبقاي تقولي علاش غير انا اللي كيوقع لي بحال هكا، وكتبقاي تغبني تماك الايام الشهور، راه غير كطولي المعاناه عليك. تقدري تبدليها، مثلا هذه غا فتره وغادي تفوت. هذه الفكره كتخلق مسافه بينك وبين مشاعرك. ثالثا، ماشي كل شيء خاصو يعرفك، بمعنى ما تشكيش همك لاي واحد جا قدامك وتعاودي ليه مشاكلك ومعاناتك، بحيث انا متاكده تقدري تلاقي مع شي واحد يشجعك تعاودي ليه كل شيء، وكتحمسي انت في الاول ولكن كتندمي في الاخر. عليها ديما حاولي تعرفي لمن تعاودي. راه انفو الشخص الاخر يعرف عليك كل شيء، وشنو كيضرك ونقاط ضعفك كتولي رهينه لاراء الناس، كيعرفوا اليد اللي كيشدوك منها. وثقي بيا، راه حتى واحد ما يحس بك ولا يعيش داكشي اللي كتعاني منه. لذلك كما قلت لك، اختاري بعنايه لمن كتشكي همك. ونصيحتي مني ليك صراحه غيكون حسن الا حاولتي ديما ما تعاوديش كلشي بالتفاصيل الممله، خلي شي حوايج غير بينك وبين راسك، غيكون حسن. وهذا ما يسمى بالغموض الصحي، وكيتعتبر من نقط القوه. رابعا، الفصل بين حياتك وبين مشاعرك. للاسف بزاف ديال الناس كيخلطوا بين شنو حاسين وشنو خاصهم يديروا. راه الاحساس مجرد اشاره ماشي امر. الا حسيتي مثلا بالغضب، ماشي ضروري تجرحي شي حد بالهضره الخايبه او بالضرب او بتكسير الاشياء. او الا حسيتي بالحزن، ماشي ضروري صافي غتوقف حياتك. ديما قل لنفسك انا حاسه بهذا الشيء ولكن غادي نتصرف بوعي. هذه اعلى درجه ديال التحكم في النفس. خامسا، التوازن العاطفي. تصالح مع جميع الاحتمالات. اكبر سبب للالم هو التعلق بنتيجه واحده. مثلا خاصو يبغيني، خاصني ننجح، خاص هادشي يوقع، ولا الا ما وقعش حياتي غتسالى. التوقعات الكبيره دائما كتساوي صدمات قويه، اما التقبل كيساوي الراحه. فقط اعتمدي على هذه المعادله، انا كنتمنى الافضل ولكن مستعده لاي حاجه غتوقع. هذه العقليه كتخليك ثابته وخا يوقع اللي يوقع. سادسا، السيطرة على الانتباه أو دير قيمة للحاضر، بمعنى تبقاي تخلي عقلك مشغول فقط باللحظة اللي كتعيشيها. وحاولي ما أمكن تحاربي فضولك، لأنه هنا الفضول والتفكير الزائد كيدمروا التجاهل الذكي. كتبقاي مثلا تحللي وتفكري في ناس ما مستاهلينش تضيعي عليهم لا طاقتك ولا وقتك ولا جهدك. إلا كنتي مثلا من دوك البنات اللي كتبقى دير مثلا فوكونت باش تبقى تتبع الجديد والاخبار ديال شي شخص، ولا كتبقاي تسولي عليه هذا وهذا، فغادي نقول لك حبسي هنا بركه. حاولي تركزي على راسك، راه حتى واحد ما مستاهل والله. فقط ركزي في اللحظات اللي كتعيشي دابا، والوقت الوحيد اللي كتستاهلي تضيعيه هو فقط على راسك. وحاولي تحاربي فضولك في شي امور، لانه كيكون داكشي في مصلحتك. مثلا كنتي جالسه كتقراي شي كتاب ولا مشغوله في شي حاجه، اوكي كديري شي حاجه، جاك شي ميساج، شي حد كيعايرك ولا كيحاول يستفزك، هنا الا ما كملتيش داكشي اللي في يديك او كملتي قرايتك وجاوبتي في ديك اللحظه على داك الميساج، فاكيد غتكوني معصبه وردة فعلك خايبه وغتوتري. ولكن الا حاربتي فضولك وركزتي على اللحظه اللي عايشه، حتى من بعد عاد جاوبتي، فاكيد ردة الفعل غتكون مغايره، غتكوني بردتي وغتجاوبي بالعقل بالهدوء، او تقدري كاع ما تجاوبيش بحيث عارفه حتى حاجه ما تستاهل. ديري في بالك دائما فين كيمشي الانتباه ديالك كتمشي الطاقه ديالك. وثقي بيا، الا بقيتي مركزه فقط على الناس غادي تضيعي نفسك. لذلك ركزي على شنو كديري دابا، بمعنى شنو كديري في هذه اللحظه. عمري وقتك بحوايج مفيده، ووقفي التفكير والتحليل في ادق التفاصيل. فن التجاهل الذكي ماشي مجرد تجاهل الناس، هو اداره داخليه للنفس كتختاري فيها افكارك، كتحكمي في تركيزك وكتحمي طاقتك. المهم كخلاصه باش نوصل لكم الفكره بالضبط كيفاش التجاهل الذكي هو اللي كيخدم مصلحتنا النفسيه، كيخلينا نعيشوا مرتاحين. ماشي تمثلي التجاهل غير باش تجذبي مثلا شي شخص لعندك، اصلا داك النوع اللي كيمثل داك الدور كيبان مفروج.
غادي نعطيكم واحد القاعده ذهبيه: الناس كيتعاملوا معاك على حسب كيفاش كتسمحي لهم انتي. الا سمحتي لهم يتجاوزوا الحدود غادي يتماداو، الا درتي حدود وتجاهلتي بعض التصرفات غادي يحترموك. لذلك تجاهلي الناس اللي ما عطياكش مكانه خاصه، ما عطياكش من وقتها. شي واحد كيصيفط لك او كيجاوبك مره في النهار حتى انت ما تجاوبيش دغيا، خليك على نفس الطاقه. تجاهلي الاستفزازات، ما تعطيش قيمه لكل راي. اي واحد عنده راي، ولكن ماشي اي راي مهم. شي واحد قال لك انت ما غاديش تنجحي، تجاهلي وخلي النتائج ديالك تجاوب عليه. ايضا تعلمي تقولي ماشي مهم. ماشي كل موقف خاصو تحليل وردة فعل. الا شي شخص صافي يحبس الهضره معاك بلا سبب او لشي سبب هو ما بغاش يقولوا لك، صافي ما تبقاش تقلبي موراه وتحلي علاش وشنو درت له انا وتسولي فلانه وفلان. صافي اختصري الموضوع ماشي مهم وكملي حياتك ببساطه. ما عرفتش علاش فاش قلت لك اختصري الموضوع جات في بالي ديك الاغنيه ديال انا ما كنكثرش الهضره نختصر الموضوع في كلمه. ياك هادو هما الكلمات الاغنيه. الله لا نكون كنخربق هنايا. المهم نرجع للموضوع. المهم تجاهلي وهني السوق وخليها على الله. وحاولي تجاهلي اخبار الناس وشنو داروا وشنو فعلوا، بركه ما تعيشي حياتهم عوض ما تعيشي حياتك. فقط ركزي على حياتك اكثر. وخا اصلا الشخص اللي كيكون مركز على راسه ما كتلقايش عنده الوقت يتبع شنو واقع الاخرين. عمري وقتك، ديري روتين، قرايه، رياضه، تطوير الذات، تهلاي في راسك في وليداتك، نمي شي مهاره عطا الله ما يدار. ثقي بيا، نهار حياتك تكون عامره التجاهل كيولي سهل. باختصار ماشي كلشي خاصو رد، وماشي كلشي يستاهل اهتمامك، وماشي كلشي كيستاهل وقتك وطاقتك. فاش كتعرفي كيفاش تجاهلي بطريقه صحيه ذكيه، فاكيد هادشي غينعكس على شخصيتك من برا، غيخليك تباني قويه، كيزيد الجاذبيه ديالك، لانه الناس بطبعهم كينجذبوا اللي ماشي متاح بسهوله، وكيخلي الناس يحترموك. الا كنتي ديما متاحه كيتصروا عليك وكيقلوا من قيمتك وما كيحترموكش. الا عرفوا انه عندك حدود، هنا كيبدا الاحترام. كنتمنى الفكره اللي بغيت نوصل لكم تكون مفهومه، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وتحاولوا تراجعوا علاقاتكم وتصرفاتكم. ان شاء الله كاع البنات اللي عندي في هذه القناه نوصلوا لواحد المستوى ديال الوعي طالع، ونوصلوا لذاك الاكتفاء الذاتي، ونوزنوا في طاقتنا ونبغيو راسنا ونوصلوا لاستحقاق عالي. هنا غادي نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد، وما تنسونيش باللايك وكومنتار. وإلا كنتي اول مره غادي تشوفي الفيديو ديالي تابع القناه باش يوصلك اي جديد. دمتم في حب، طمأنينة، والسلام.